مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم معنا ولقاء يتجدد مع أسرة يوم الجمعة وحلقة جديدة من بنات أفكاري. أهلا بيك يا عزيزتي المرأة مع الخبر والفكرة والأطروحة اللي تهمك وتهم كل أفراد الأسرة. وهكذا مرت الانتخابات الرئاسية على خير وسلام، ورجعتوا يا مصريين وأبهرتوا العالم للمرة الثالثة، وأثبتوا إن ثورتكم الحقيقية ثورة 30 يونيو هي بحق إرادة شعب، ونزلتوا وصوتوا بالملايين واخترتوا رئيسكم بحسكم الوطني ووعيكم بطبيعة رجل هذه المرحلة. لم تكن معركة انتخابية بل كانت معركة وطن، ونجحتوا فيها بامتياز، وكانت العملية الانتخابية من أكثر العمليات والاستحقاقات الأكثر نزاهة وشفافية في تاريخ مصر، وبشهادة المراقبين الدوليين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمات من غرب إفريقيا، من شمال غرب إفريقيا، يعني من مراقبين بلغ عددهم الآلاف، ويمكن جم من أكثر من 126 جنسية، شهدوا بصفة عامة بأن هذه الانتخابات كانت الأنزه في تاريخ مصر، ووضعتنا بحق على بداية مسار الديمقراطية الحقيقية. يعني كلمتوا العالم بلغتهم، عمالين يقولوا الديمقراطية والصندوق، وديكوا نزلتوا وحطيتوا أصواتكم بالملايين، أكتر من 23 مليون للمرشح الفائز طبقا للمؤشرات. طبعا أنا يعني عايزة أقدم كل تحياتي وتقديري وفخري بالمواطن المصري، المواطن اللي فعلا أثبت سواء كان في خارج مصر، ولهم كل التحية أيضا، وفي داخل مصر في العملية الانتخابية بالداخل، في الحقيقة شيء مبهر وشيء نفتخر بيه كلنا إن احنا حقيقي مصريين. وفي الحقيقة تحياتي كمان لرجال الشرطة ورجال القوات المسلحة ورجال القضاء وكل أجهزة الدولة بموظفيها، بكل من ساهم في إنجاح هذه العملية الانتخابية المشرفة الراقية. وطبعا لا ننسى أبدا القاضي الجليل رئيس مصر الحالي المستشار عدلي منصور، وله كل الاحترام لأنه تولى قيادة البلاد بكل وطنية في فترة هي الأخطر في عمر الوطن، فله كل التحية والتقدير. أما عن الوجه المضيء في هذه العملية الانتخابية، وزي ما كان رهاني عليها دايما لو تفتكروا كلامي معاكم، فهي الفائز في هذه الانتخابات الست المصرية. طبعا محدش يقدر ينكر، أثبتوا للمرة المليون قد إيه أنتوا عندكم حس وطني، وقد إيه عندكم استشعار بخطورة اللحظة وبأهمية اللحظة اللي لازم تنزلوا فيها ولازم تكونوا جنب وطنكم. نزلتوا بأولادكم أمام اللجان اللي بلغت الآلاف على مستوى محافظات مصر عشان تعلموهم إزاي يكون الانتماء وإزاي يكون حب الوطن. مبروك عليكم يا شعب مصر، بداية الديمقراطية الحقيقية، طريق طويل بيلقي علينا مسؤوليات جسام. الفترة اللي جاية إن شاء الله هنبني مع رئيسنا مصر الجديدة، مصر الحديثة. مبروك علينا. وخد بقى عهد تعديلها، سكت كتير، خدت ايه مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكرة بشروطك، دي بشرة خير. قوم نادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني، اللمة دي لمة رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال. ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده، والاسماعيلاوية يا مكاد والمعدة، كلمني عالشرقوة واحنا ويا بعض، قهوة واحنا ويا بعض.
بشرة خير. وبنادي على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمة رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال. ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده، والاسماعيلاوية يا مكان والمعدة. كلمني على الشرقوة واحنا ويا بعض قهوة، واحنا ويا بعض قهوة واملنا كبير. نادي على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمة رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال. ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده، والاسماعيلاوية يا مكان والعدا. كلمني على الشرقوة واحنا ويا بعض قهوة، واحنا ويا بعض قهوة واملنا كبير. بحير منوفي أو دمياطي دول أقرب لي من إخواتي، حلايب أهل وقرايب ونادلهم روح. وأكتر حاجة فيها ميزة نشوف حبايبنا في الجيزة، يا مرحب ألف خطوة عزيزة بناس مطروح. نادي على الصعيدي والبورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمة رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال. ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده، والاسماعيلاوية يا مكان والعدا. كلمني على الشرقوة واحنا ويا بعض قهوة، واحنا ويا بعض قهوة واملنا كبير. دي بركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها، وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير. خدت ايه مصر بسكوتة ما تستخسرش فيها صوتة، بتكتب بكرة بشروطة ببشرة خير. نادي على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمة رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال. نادي على الصعيدي والشباب الاسكندراني وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال. ما توصيش السويسة الدنيا انتوا يا مصريين او احنا يا مصريين بجد شعب فريد من نوعه. يعني الانتخابات في اي مكان في العالم مجرد ان الناخب بيروح يدلي بصوته وخلاص الموضوع منتهي عادي جدا. اما احنا عملنا انتخابات في ظل عرس، عملنا احتفال وعرس لمصر كلها في كل ميادين ومحافظات مصر. وطبعا انتوا بتدهشوا العالم والمراقبين الدوليين اللي اتكلموا وقالوا آرائهم وبياناتهم المبدئية، منبهرين بطريقة المصريين حتى في انتخابهم. فشيء رائع جدا. احنا يا مصريين شعب عبقري. خليني استعرض معاكم اهم فقراتنا اللي هنلتقي بيها النهارده في بنات افكاري الجمعه. بعد هذا العرض مباشره هيكون لنا جوله اخباريه جديده عن اهم واخر اخبار المراه والاسره في مصر والعالم من خلال جوله بنات اونلاين. بعدها هيكون لنا لقاء مع فقره خارجيه عن الهاند ميد واشغال المفروشات اللي ممكن نديكي بيها افكار تزيني بيها بيتك وتدي تضفي عليه رونق. اما لقاء الهوا النهارده ففي الحقيقه معانا صحبه من ضيوف كرام هناخد رايهم في قراءه في مشهد الانتخابات الرئاسيه والايجابيات واهم في الحقيقه الاشياء الجميله المتميزه اللي شفناها في الانتخابات الرئاسيه والسلبيات كمان اللي لازم نبص لها علشان المره الجايه اي استحقاق نطور فيه من ادائنا الانتخابي. هيكون معايا ضيوفي الاستاذه الصحفيه بسمه الجرجاوي رئيسه لجنه المراه بحزب الوفد بالبحيره، والاستاذ وليد سليمان الحناوي الصحفي بجريده الحياه الدوليه، وايضا الاستاذ هاشم عبد المالك سعيد مراقب عام الانتخابات بالعمريه اول.
أما شخصية العدد النهاردة فاخترناها عن مناضلة عربية رائعة وهي جميلة بحريد. طبعا نماذج عربية جميلة للمرأة، المرأة العربية في الحقيقة في كل مكان رمز للبطولة والكفاح، طول عمرها بتكافح وعندها الحس الوطني وحس المقاومة عشان وطنها وعشان مستقبل أولادها. أما الشيف اسكندراني النهاردة فشيماء محمود شيفتنا المتميزة هتقدم لنا طبقين، طبق حادق اللي هو الكبيبة، وطبق حلو طلبته مننا إحدى مشاهداتنا الكرام. إن شاء الله تستمتعوا معانا بهذه الفقرات. هنخرج فاصل ونرجع معاكم عشان نبدأ أولى فقراتنا، فتابعونا. جولتنا الإخبارية بهذا الخبر: الإسكندرية تفاجئ الجميع، نسبة المشاركة تفوق الاستفتاء على الدستور في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وسط إجراءات أمنية مشددة تمت انتخابات الرئاسة بالإسكندرية وسط نسبة مشاركة عالية تفوق الاستفتاء على الدستور. ووقعت حالة وفاة واحدة للمواطن السيد حبش محمد 70 عام وهو يضع بطاقة الإدلاء في الصندوق في لجنة مدرسة مكابس القطن بمينا البصل، طبعا البقاء لله لأسرته. وقد شهدت الإسكندرية مظاهر الفرحة في جميع أرجائها. الخبر التالي: مدير المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان يقول: تابعنا حوالي 54 ألف صندوق انتخابي ولم نرصد تجاوزات. تفاصيل الخبر تقول: وسط متابعة دولية من خلال المراقبين التابعين للاتحاد الأوروبي والإفريقي وجامعة الدول العربية والمنظمات الحقوقية، صرح مدير المعهد الدولي للسلام والعدالة جان فرانسوا أنه على مدار متابعته للانتخابات لمدة 3 أيام لم يحدث أي تجاوزات، وأنها تمت بمنتهى النزاهة والحماس من الشعب المصري. زي ما أكدت لكم في البداية، فعلا شيء راقي وأول مرة يحدث في تاريخ مصر بهذه الشفافية. الخبر التالي في الحقيقة خبر مؤسف جدا. الفنانون ينعون الراحلة فايزة كمال. نعى العديد من الفنانات في مصر والعالم العربي الفنانة فايزة كمال اللي وفتها المنية بعد صراع مع سرطان الكبد. وطبعا أسرة بنات أفكاري الجمعة بتتقدم لأسرتها بخالص العزاء. الخبر التالي من فلسطين بيقول: فلسطينيات يروين قصصا على الجدران. تتجمع عشرات الفلسطينيات كل أسبوع في بيت لحم ليرون قصصهن في مركز الصمود، والذي أنشأ متحف الجدار ليروي قصة كل فلسطينية من ضياع الأرض أو فقد الأهل والأقارب والحياة تحت الاحتلال بالرسم على الجدار. وقد جمع متحف الجدار ما يزيد عن 100 حكاية سجلت ودونت على جدرانه. كفاح الفلسطينيات مستمر وصمودهم مستمر. نأتي لفقرة صورة وتعليق اللي بنستعرض فيها معاكم أبرز الصور اللي أسرة بنات أفكار الجمعة بتحب إنها تقرأ هذه الصور معاكم، بتكون خير من 1000 كلام وكلام. الصورة الأولى إيناس. الصورة دي في الحقيقة صورة مؤثرة جدا وفيها بتحمل الكثير من المعاني. زي ما انتم شايفين سيدة مسنة بتبلغ من العمر أكتر من 78 عام داخل سيارة إسعاف
أمام لجنتها الانتخابية عشان تدلي بصوتها وتقوم بدورها تجاه وطنها. وفي الحقيقة رئيس اللجنة حرص بنفسه أنه يذهب إلى هذه السيدة المسنة داخل سيارتها علشان تدلي بصوتها حرصا على حياتها. ودي في الحقيقة من مظاهر الوطنية الرائعة اللي بنشوفها من المرأة المصرية. خرجت سيدات مسنات، خرجت سيدات مريضات في فراش المرض زي ما احنا شايفين. منتهى الوطنية، وكمان تحية لرئيس اللجنة على احترامه وتقديره لهذه السيدة. الصورة التالية طبعا زي ما احنا شايفين العروسين دول اصروا ان هم قبل ما يتمموا زفافهم ان هم يذهبوا للجنتهم الانتخابية عشان يدلوا باصواتهم. وطبعا اللجنة فوجئت بدخول عروسين في كامل هيئتهم يعني علشان يقوموا ايضا بواجبهم الوطني. في الحقيقة صور رائعة رائعة للوطنية المصرية الفريدة العبقرية اللي مش ممكن نشوفها في أي مكان إلا في مصر. الصورة التالية أيضا في الحقيقة صورة جميلة جدا وفيها معاني كتيرة. بعد قصة حب 80 عام، تخيلوا، خوسيه مانويل من أورجواي بيرتبط بحبيبته مارتينا اللي بتبلغ من العمر، تخيلوا قد إيه، 99 عام. يعني انتظروا بعد 80 سنة. أعتقد دي بقى أكتر يعني قصة وفاء يمكن نكون كلنا سمعناها في العالم كله. أكيد الوفاء صفة جميلة جدا جدا، يعني إنهم ينتظروا بعد 80 سنة. مش عارفة طبعا هم انتظروا ليه كل ده، يعني الله أعلم. الصورة التالية زي ما احنا شايفين صورة جميلة جدا لأب مع بناته وهم مرتدين علم مصر. جميل شعور الوطنية والانتماء ان احنا نغرسه في الأطفال اللي باينين ان هم الفرحة على وجوههم الجميلة البريئة، وحبهم للوطن مالي عينيهم وقلوبهم. طبعا مظاهر الفرح بقى كلنا تابعناها وشفناها على شاشات التلفزيون، يعني صور جميلة ان دلت على شيء بتدل على قد ايه فرحة المصريين، فرحة قلوبهم والبهجة اللي استقبلوا بيها نتيجة او المؤشرات اللي بتقول ان نتيجة الاستفتاء على رئيس الجمهورية هو السيد الأستاذ عبد الفتاح السيسي. مظهر آخر من مظاهر الفرحة لسيدة مسنة بتتكئ على عصايتها ومعاها طفلة جميلة جدا، الأعلام مرفرفة في كل مكان، زي ما كلنا تمنينا إنها تزين سماء مصر بعد ظهور النتيجة المبدئية. طبعا في الحقيقة الصورة دي يعني غاية في الإنسانية ومؤثرة جدا. زي ما احنا شايفين صورة أحد متحدي الإعاقة وعنده شلل رباعي، يعني وبرغم كل ده شايفين إحساسه الجميل بالوطنية وهو يحمل صورة مرشحه وفرحته بفوزه، وطبعا رايح يدلي بصوته، او يعني مش عارفه هي بعد النتيجه ولا لا، المهم ان هو بيشارك بواجبه الوطني رغم ظروفه الصحيه السيئه. شفاه الله وعافاه وعافى كل مريض. دي بعض من كثير من ملايين الصور اللي هنتابعها معاك واللي هتشوفوها دايما على شاشاتنا للوطنية المصرية الحقيقية. في الحقيقة كلنا لابد أن نفتخر بأننا مصريين، الحمد لله أننا مصريين. دي كانت آخر فقرة في جولتنا الإخبارية النهاردة، نتمنى أنها تكون عجبتكم. هنخرج لفاصل عشان نعود ليكم ونتابع فقرات بنات أفكار الجمعة، فتابعونا.
من جديد مشاهدينا الاعزاء. دلوقتي ميعادنا مع فقره الهاند ميد، وهنلتقي فيها او هنستعرض فيها مفارش جميله عشان نقول لكم افكار تزينوا بيها اركان بيوتكم. تابعونا. اسمي هدى سيد رياض. بنعمل المشغولات اليدويه دي بايدينا. مفارش السفره دي بنعملها، المنتجات ديت، مفارش الانتريه، مفرش ترابيزه الانتريه واحده واحده. دوت تفتاه والدانتيل جايبينه خامات راقيه جدا علشان الاستعمال. ديت الاورجانزا بالستان، مفرش السفره. عندنا برضو الخامات ديت، التفتاه، مفرش ترابيزه انتريه. عندنا الخداديات بتاعتنا مصنوعه بايدينا، احنا اللي عاملينها. دي برضو خامات بسم الله ما شاء الله عليها جميله جدا. وعندنا غير اللحافه اللي احنا بنشتغلها بايدينا، خامات قيمه جدا. القطيفه بالقطن علشان ما يسببش الحساسيه للجسم او بتهيج الحاجات اللي في الجلد وكده. عندنا المنتجات دي برضو احنا اللي عاملينها بايدينا، الاورجانزا بالتفتاه. عندنا القماش الكتان بالجنس داخل القطن والفايبر علشان يدفينا كويس قوي في الشتاء، وكمان جميل جدا للعرايس للناس اللي بتجهز، وفي نفس الوقت متناول في ايد الجميع. ويا رب اذواقنا وشغلنا يعجب الناس كلها. أظن ده مبرر كافي. فين قرقر؟ معرفش. قرقر من ليلة ما كان معاكم ما شفتوش، ليه؟ في حاجة؟ أنا مش فاهم حاجة من اللي بتقوله خالص. هفهمك كل حاجة. اتفضل. شوف يا سيدي. تمام يا فندم. انتوا كل حاجة تلزقوها في قرقر؟ عايز مني إيه؟ أنا جاي أقول لك إن أنا ما قتلتش عليه. حضرتك وهكذا نجح المصريون ونجحت الدولة المصرية في إنجاز ثاني وأهم استحقاق في خارطة الطريق، وهو الانتخابات الرئاسية.
وبعد أيام قليلة سيتم تنصيب رئيس مصر الجديد. وطبعا ده تم زي ما احنا كلنا عارفين بدعم شعبي بأصوات ناخبين بلغت أكثر من 23 مليون صوت للمرشح الفائز السيد عبد الفتاح السيسي طبقا للمؤشرات. في الحقيقة هذه العملية الانتخابية عملية فريدة ومختلفة عن أي استحقاق آخر انتخابي تم في مصر في تاريخها. فلابد أن احنا نقف عند هذه العملية ونحاول أن نقرأ هذا المشهد جيدا لأهميته على الصعيد الداخلي وأيضا على الصعيد الدولي. في الحقيقة معي ضيوفي الكرام الأستاذة الصحفية بسمة الجرجاوي رئيس لجنة المرأة بالبحيرة بحزب الوفد. أهلا بيك أستاذة بسمة وألف مبروك. ربنا يخليك. والأستاذ وليد الحناوي الصحفي بجريدة الحياة الدولية. أهلا بيك أستاذ وليد. أهلا بيك. منورنا. في الحقيقة طبعا نهني أنفسنا جميعا بنجاح العملية دي اللي أهميتها لها أهميات على كذا صعيد في الحقيقة. يعني على أهمية مصر على صعيد بداية الاستقرار وبداية إنجاز أهم استحقاق. طبعا في هناك استحقاقات أخرى ولكن يمكن تتفقوا معايا أن ده من أهم الاستحقاقات بعد استقرارنا على الدستور وإقرارنا ليه. عايزين أقرأ معاكم أهم المشاهد اللي وقفتي عندها أستاذة بسمة وانتي طبعا في البحيرة المرأة البحراوية الجميلة اللي لكي مشوار كبير في المنطقة دي بتاعتك طبعا. فحابة أعرف قراءتك للمشهد. شفتي مشهد الانتخابات اللي استمر 3 أيام ده إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بهني الشعب المصري كله لأن كله بصراحة عمل مجهود رائع. مش البحيرة على وجه الخصوص، مصر كلها كانت نازلة لهدف واحد، لهدف حماية الوطن. أيوة. خايفة على البلد. ودي حاجة جميلة قوي. بالنسبة للبحيرة 15 مركز اشتغلوا على قلب رجل واحد، ما فرقش بين ست وراجل. السيدات نزلت وحضرتك اكيد شفتي طبعا الطوابير طبعا محدش يقدر يتكلم خالص. نزلت بكثافه شديده جدا. كانت في ناس مستنيه لجان وهي لسه ما فتحتش. دي حاجه سابقه في الحقيقه. لاول مره تحصل. حاسين ان الوطن بيضيع، حاسين ان مصر يعني عايزه ترجع لنا تاني، وحاسين بأهمية صوتهم كمان. طبعا الحته دي برضو شفناها بحماس شديد. يعني كانت مستقطبه المشهد فعلا حماس غير عادي. بصراحه المراه عملت دور رائع جدا. انا مبسوطه قوي. كنت بشوف الطفله السيدات كانوا رائعات فعلا. كانوا واقفين بيزرغطوا الفرحه المصريه اللي بجد ماسكين الاعلام، عاملين علامات علم مصر على وشهم. كل مظاهر الفرح ما شفتش حقيقي. بصراحه لاول مره رخر الدنيا كلها بتتكلم على هذا اليوم. لثالث يوم الناس اللي بدات نقول مفيش ناس ومفيش اقبال والاعلام اول يوم. شفتي الادعاء ده ازاي؟ ان مفيش اقبال وان كتير من الناس بس يعني الموضوع شافه اشاعات كتير ولكن كان اللي بيعمل على الارض واللي شايف الموضوع من على الارض فعلا كان شايف الحقيقه. احنا كان بيجي في اماكن اصلا ما فيهاش كثافه سكانيه وبيجوا هم يصوروا وبتنقل القنوات الاخرى علشان ينقلوا ان مفيش حشد ومفيش اقبال على يعني ده في راي حضرتك كان مقصود؟ كان مقصود يا فندم. طبعا انا ما بنروحش مدينه، انا الكثافات السكانيه اللي موجوده في المحافظات موجوده في الارياف. المدن بتبقى معروف الناس لها مواعيد معينه بتخرج من البيت، لها مواعيد معينه بتنزل كده. اغلبهم موظفين الساعه 2 الظهر، ده بعد الساعه 2 الظهر مفيش حاجه بتحصل، كله قاعد في بيته. كله بينزل بعد المغرب. لذلك احنا كنا بنشوف الحشد في المدن على عكس اللي كانوا بيجيبوه. كانوا يجيبوا بعد الظهر مفيش فعلا، ده حقيقه. انما كان بعد العصر على طول اول درجه الحراره ما بتنكسر والناس بتتغدى وتنزل من بيوتها كنا بنشوف حشد رهيب. ويعني كان في اللجان كانت بتقعد، القاضي كان بيعمدها ل 11 بالليل وال10 وكده. ما دي بقى كانت وفقا لتقدير القاضي لان في قضاه كانوا بيلتزموا يعني 9 يبقى 9. احنا شفنا روح جميله جدا جدا جدا. اول مره نشوف القضاه بروحهم الطيبه
لانهم حاسين فعلا ان هم جزء من الوطن، ولابد ان هم كل دور ان هم كانوا يساعدوا الناس. نعم. فيعني كان في تيسير من القضاء المره دي بصراحه اسعدنا. طيب. وحمس الناس. شفتي الاجراءات الامنيه، يعني برضو من ضمن الفرحه اللي على وجوه المصريين دي اكيد بسبب برضو شعورهم بالامان، يعني عمرهم ما كانوا هيبقوا بهذه الاريحيه والوقوف بهذه الطمأنينة من غير ما هم حاسين ان في امان كامل في الشارع وفي اللجنة وفي حتى حرم اللجنة وفي المناطق اللي بتوصل للجنة. كل ده شفتيه ازاي؟ لا دي حقيقة. أنا فعلا بحيي قوات الأمن، الشرطة والجيش، تحية بجد. هم دول المصريين، وهم دول اللي بجد نشهد لهم إن دول حراس الوطن. حراس الوطن. دي حقيقة. احنا كنا واقفين في طابور، يعني أنا لجنتي كانت معهد الفتيات، كنا واقفين في الطابور، فستات كتيرة عمالة بتزرغت وفرحانين. الضباط نفسهم كانوا حريصين علينا، يعني 4 بره و5 جوه. وعلى فكره ده مش في الانتخابات دي بس، يمكن الانتخابات ديت عشان احنا كنا مهددين والامن كله كان مهدد بالارهاب وبالاحداث السابقه اللي حصلت. كل الناس كانت متخوفه فعلا، ولكن لما نزلنا وشاهدنا كنا خلاص احنا نازلين نحمي الوطن. احنا كسيدات ناس وكشرطه وكجيش كلنا كنا متعاونين بروح واحده. هنموت سوا، هنعيش سوا. ما هي دي الروح الجميله اللي ظهرت فعلا. بالظبط. لا وكان عشان كده هم كان في يعني حرص جامد قوي على الوطن. كان نعم. في حاجه احنا برضو يعني من خبرتنا في المشاركات الانتخابيه على مدار الفتره اللي فاتت، انا نزلنا بحاجه استرشاديه كده، يعني زي لجان شعبيه. كنا بننزل القرى او النجوع، كنا بنرشد الناس ازاي تعاون. نقول له ما تاخدش كيس معاك وانت رايح عشان التفتيش يبقى سهل. كنا بنطلب من السيدات، وكانت الاستاذه بسمه يعني كانت متوليه موضوع السيدات في الدعايه اليوم، كانت بتطلب ما تاخدش شنطه اليد عشان تبقى في وقت اسرع في التفتيش وفي وقت في الاحترازات الامنيه. كنا بننصح الناس تركن العربيات بتاعتها بعيده عشان ما تضايقش الناس وما يبقاش سيرش ريبه. كل الحاجات والسلوكيات دي سهلت كتير جدا ان يعني البني ادم اللي رايح، ان كان راجل او ست او شاب، رايح عارف ايه اللي ممكن يعطل وايه اللي ممكن ييسر. وده ارتفاع كبير في وعي الناخب المصري. طبعا في الحقيقه طبعا. حريص على يعني كان الناس بتروح تتفاجئ، يعني كان في سيدات بتروح معاها شنطه يد فيبدا يرتاب فيقعد يفتش فيها. يمكن المرات دي فعلا شفناهم كلهم بدون حقائق. دي حمله يعني كانت الاستاذه بسمه كانت متوليه للسيدات في البحيره بصراحه نجحت فيها جدا. كنت اقول لهم عشان لو انتوا خايفين على الوطن وخايفين على الامن، لو انت واخده ابنك معاكي محتاجه انك تبقي واقفه مطمنه، فاطمئنانك ده ما تعطليهوش. كان في مبادره الاستاذه بسمه عملتها، مبادره ازازه ميه. ان كل واحده تسقع ازازه ميه في الفريزر وتاخدها وتاخد كوبايه، لان الجو كان حر وتيسر على مظاهر في الحقيقه وسلوكيات ايجابيه جميله جدا. ايه رايكم تعالوا بينا نشوف بعض من مظاهر فرحه المصريين بهذه الانتخابات اللي هي عرس جميل لمصرنا الغاليه. نتابع. بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير. قوم نادي على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمة رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي 100 والنوبة الجمال. ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده، والاسماعيلاوية يا مكاد والمعدة. كلمني على الشرقوة واحنا ويا بعض واملنا كبير. نادي على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب
وسهلا بكم مشاهدينا مشاهدي بنات أفكاري الجمعة من جديد. انضم إلينا ضيفنا الكريم الأستاذ هاشم عبد المالك مراقب عام الانتخابات بالعمرية أول. أهلا بيك يا أستاذ هاشم. احنا سعداء بوجود حضرتك معانا، وطبعا ألف مبروك على النتيجة أو المؤشرات الجميلة للاستفتاء على رئيس. الله يخليك. طبعا حضرتك عايز اتكلم واستشف من حضرتك بعين المراقب اهم المشاهد اللي حضرتك شفتها وفي الحقيقه وقفت عندها في بصفه عامه. طبعا الاول عن اثناء الانتخابات الرئاسيه خاصه في طبعا العمريه اول. هو كان في مشاهد بوجه عام كانت في مصر كلها، ويعني ونعمل شابو للمراه يعني 75% مشاركه. شيء رائع فعلا. طبعا ما حصلش. فانا قبل ما اقول لك على الملاحظات على اللي شفتها في الحاجات الايجابيه، بشكر كل راجل وكل شاب في دايره العمريه، كل ست، كل طفل اللي اصر انه يحط اصبعه في الحبر السري عشان يقول انا شاركت في الانتخابات برغم ان ملوش صوت في الانتخاب. واشكر كل جنين في بطن امه اللي هي خافت عليه، خافت على مستقبله، فنزلت شاركت في الانتخابات. حقيقي. تمام. فاحنا في العمريه احنا مجتمع قبلي. نعم. مش مجتمع حزبي. ايوه. تمام. فالعمريه او غرب اسكندريه لها معامله خاصه ولها طابع خاص. طابع خاص جدا خالص. يعني احنا قصه التحزب دي مش موجوده في العمريه، او قصه الحزب ممكن يظهر اكتر في المدينه. تمام. حتى مدينه العمريه نفسها هي البلد مش ظاهر. وبعدين اسمح لي يمكن القبليه بتبان اكتر في الانتخابات البرلمانيه، انما الرئاسيه دي اعتقد اول مره نشوف هذا الاقبال. الرئاسيه حضرتك بتصور حاجه، العمريه ظهرت انها منطقه عرب، منطقه صعيده، منطقه فلاحين، منطقه حضر. تمام. كل واحد اظهر ان هو بيخاف على البلد وعارف يشارك كويس، وشارك يعني منظومه صراحه ربنا متكامله. يا ريت تبقى في الانتخابات البرلمانيه بنفس الشكل دي. هي حضرتك بتكلمني من الناحيه التنظيميه، من الناحيه التنظيميه في اشياء كتيره جدا ساهمت في انجاح الآليات العملية الانتخابية انها تتم فعلا بكفاءة اكثر من سبب. يمكن حضرتك شايف يعني طبعا زيادة عدد الدوائر، طبعا البطاقة دلوقتي ان هم بقوا يستخدموا البطاقة، قبل كده كان في نظام غير كده كان بيسهل لجوء الدولة وتنفيذها طبعا للقارئ الآلي. اعتقد في حاجات يمكن حضرتك راقبتها وشفتها بعينيك ممكن تقولها لنا. في حاجات يعني كويسة جدا، وفي حاجات كانت في غاية السوء. في غاية السوء. سلبيات وقفت عندها. يعني ولازم انا السلبيات دي زي ايه بقى؟ الموطن الانتخابي. انا مكاني في العمريه، مدينه العمريه. ايوه. تمام. انا العمريه اكبر دائره في اسكندريه كمساحه. تمام. ان فيها نجوع، في منطقه النهضه، في منطقه تقريبا عدد الاصوات كان قد ايه لو حضرتك تتذكر؟ عمريه اول عمريه كان اجمالي الاصوات 250,000 صوت. تمام. احنا ربنا يسر الحال في العمريه والناس شاركت ب 85,000 صوت، دي نسبه عاليه جدا. نسبه جدا طبعا. تمام. وكان ممكن نوصل للاعلى من كده ل 120 130,000 صوت، بس كان المشكله السلبيه اللي اقول لك عليها. تمام. بس قبل ما اقول السلبيه دي اقول في حاجه ايجابيه. يعني في مثلا بيظهر في حاجه اسمها الحصان الاسود. تمام. لما يكون في مشاركه واحد ملوش في السياسه خالص، ما شاركش في السياسه خالص، بعد كده يظهر ان هو قام بدور وبهذه ولازم ياخد حقه. يعني الشخص ده انا في رقبتي لازم اقول حقه. الشخص ده اسمه رزق راغب ضيف الله. الراجل ده شارك ماديا وشارك تنظيميا وبعدين عمل منظومه شبابيه عشان للحشد. تمام. ما شاء الله. راجل يعني اولا احنا كان لنا دعوه بس ما نفعش. كان في ثاني يوم الانتخاب فقال ما اقدرش اظهر وانا اسيب. انا الاهم عندي الحشد. وطنيه رائعه. انا اهم عندي الحشد. تمام. فانا كنت هسيبه واجي اصور، قلت لا ده هو مش اكتر منه وطنيه، فانا برضه مش هصور واقعد معاه. تمام. فالراجل ده صراحه لا ياخد حقه، ان الراجل ده عمل حاجه. وبعدين ما فيش يعني عندنا حته القبليه. تمام. في انتخابات الرئاسه اللي يسرنا الامر فيها سياده المشير انه سيح حته القبليه والتحميل. يعني لو انتخابات برلمانيه تلاقي كل واحد بيتكلم على عيلته. نعم. على في عصبيه. اما هنا لا، كان هو احنا كلنا بنتكلم بنقابل بعض، الصندوق واحد. نعم. في حاجه كل الهدف مصر بس. نعم.
طبعا هستكمل مع حضرتك كثير من مشاهداتك الاخرى على هذه العمليه، واعود لاستاذه بسمه الجرجاوي ومحافظه البحيره. طبعا محافظه البحيره متميزه انها من اكبر المحافظات في مصر تقريبا، كتله صوتيه كبيره، اعتقد انها اكثر من 1.5 مليون صوت. 5 مليون صوت. 5 مليون صوت. 5 مليون صوت تقريبا. يعني عندك تقدير للكتله الصوتيه اللي صوتت بالفعل؟ احنا كنا فعلا في غرفه العمليات مع المجلس القومي للمراه ومع المحافظه، وكنا بنتابع كل المراكز المجاوره. بالفعل ابو المطامير طلع منها قد ايه 134,000. حوش عيسى النسبه كانت فيها ضعيفه قوي، مع اني انت عارفه معقل الاخوان وما يقال الاخوان والمحموديه. حسن البنا ما هو من المحموديه اصلا، منبع الاخوان نفسه من المحموديه، عدت 70,000 صوت. يعني فوق دارهم. بالرغم من كده في كثافه عاليه جدا تقريبا. البحيره هي للاسف ما اتغطتش اعلاميا، ولكن هي نزلت على مواقع كتير واخبار كتير تبعتها، لكن قنوات زي ما كنا شايفين مباشر للاسف ما حصلش. بس نسبه المشاركه كانت مش عايزه اقول لك 99%. احنا كان عندنا على فكره مباشر من البحيره، ومراسليننا متواجدين ومعاهم استعداداتهم. عملنا يعني تغطيه كامله في كل المحافظات اللي تابعه لاقليمنا في البحيره وفي مطروح. بصراحه انا بشكر قناه اسكندريه على اهتمامها بالبحيره. ده واجبنا طبعا. بامانه يعني، وعلى طول متواصلين حتى بالنسبه للمراه. في مشاركه على طول مع المراه. ده بصراحه انا بشكر قناه اسكندريه. ده واجبنا وواجب كل اعلامي في في هذا الظرف خاصه. يعني استاذ وليد الحناوي الصحفي بجريده الحياه الدوليه، انا حابه اتعرف من حضرتك أهم ردود أفعال الصحافة، خاصة الصحافة الغربية الأمريكية الأوروبية، على مؤشرات الاستفتاء. أكيد في اهتمام كبير ومانشيتات مكتوبة عن مصر وعن مؤشرات نتيجة الاستفتاء عن رئيس مصر القادم. شفت الصحافة في هذه الأيام إزاي؟ هو الحقيقة يعني يوم 26 و27 ولحد آخر يوم في الانتخابات كان الانتخابات المصرية هي حديث الساعة في الصحافة العالمية، ولكن كان نعرف ردود الأفعال في بعض الدول، الحياة الديمقراطية في مصر والتحول الديمقراطي اللي بيحصل وإرادة الشعب المصري وتوجهه رايح فين. الواشنطن بوست والنيويورك تايمز كلهم كانوا بيهاجموا الإجراء الانتخابي والاستحقاق اللي بيتم برغم كل هذا النجاح الباهر، ودي عملية ديمقراطية بحتة وفي شفافية وفي مراقبين. أصل خارطة الطريق اللي حصلت لا تتوافق مع التوجهات الأمريكية في الشرق الأوسط اللي أوقدتها مصر بثورة 30 يونيو، لأن كان لهم مخططات بالتقسيم ومساندة إسرائيل في حاجات كتير، وكان الشرق الأوسط الجديد كانوا هم راسمينه من سنين طويلة. فطبعا ثورة 30 يونيو تقريبا وقفت وقتلت الفكرة دي طبعا، وقدت هذا المشروع. فمش معقول ان هم يسلموا ويرفعوا الراية من أول مرة، فبيبدأوا من خلال الصحافة بتاعتهم ان هم يظهروا بعض القبح او بعض الحاجات الغير حقيقية طبعا. انما الحقيقة اللي احنا شفناها على الأرض كان في جو جميل جدا. يعني أنا بتكلم عن نقطة كانوا بيتكلموا عنها دايما ان هي عزوف للناخبين. طبعا يعني ما يقدروش يقولوا حاجه بقى المره طبعا. ولكن بيساعد من داخل الوطن من داخل الوسط بعض ضعيف الايمان وبعض ضعيف الوطنيه اللي هم بيدوروا على مكاسب في الاماكن ديت تحقق اهدافهم المموله. كل الاهداف اللي بتحصل اهداف مدفوعه الاجر. الناس دي مش هتطلع وتسيب بيوتها وتسيب اشغالها عشان وطبعا معروف تاثير المال الاخواني في هذه طبعا يا فندم. طبعا ما فيش شك، وده اللي هو حرك الدنيا وحرك اللاءات اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت. لذلك انا مش متوقع من الصحافه ديت ان هي تغير. طيب حضرتك التقارير المبدئيه للمراقبين الدوليين خاصه من الاتحاد الاوروبي اللي هو لاول مره بيشارك في متابعه الانتخابات المصريه، والاتحاد الافريقي وكثير من المنظمات الدوليه الاخرى، البيانات اللي هتطلع يعني هنا اكيد مش هيقدروا يكذبوا الواقع، وطبعا مؤشراتهم بتقول ان في استحسان وفي ايجابيات فعلا بيتكلموا عنها. تمام. هل ده في توقعاتك ممكن يؤثر في اللغه اللي ممكن نشوف بيها الصحافه في الفتره اللي جايه؟ هو الحقيقه يعني ابسط حد، مش هقول بقى مراقبين دوليين ولا اتحاد اوروبي، شايف الانتخابات
يشهد بنزاهتها ويشهد بالجو الحيادي والجو المحترم جدا اللي تمت بيه الانتخابات. ولكن انا قلت لحضرتك من شويه ان التوجهات الغربيه في مصر هي اللي بتتحكم دائما فيما يصدر عنها من صحافه او اعلام. مش معقول ان هم هيتكلموا عن مصر بصوره حقيقيه فيظهر يعني مصر هياخد وقته برضه، هياخد وقته وده اللي هيفرضه ايه؟ اللي هيفرضه التجاوب والتعامل الكويس من الحكومه اللي جايه في القضايا الاقليميه والقضايا المحيطه بمصر، وانه يظهر وجه مصر الحسن اللي احنا دايما بنحب الخير ودوله مساعده للجميع وملناش اطماع لا اقليميه ولا يمكن هنا يحضرني استاذ وليد ان حتى اوباما بجلاله قدر رئيس امريكا نجح بنسبة 20%. تمام. احنا عندنا هنا نسبة المشاركة تعدت 48%. يعني هيقولوا ايه بعد كده؟ هيحاولوا يشوهوا ازاي كل هذه الحقائق ولا ايه يا استاذة بسمة؟ بصراحة انا هقول لك كلمة واضحة كده، لأوباما للعالم كله، دي إرادة المصريين وهيفرضوها وفرضوها بالفعل وده اختيار لمستقبل وطن مصر مش اي دولة اخرى. نعم. فانا بتهيألي لو اوباما اتكلم ما اتكلمش استجاب ما استجابش، احنا عندنا رئيس قوي، عندنا دولة بقت قوية جدا، عندنا ناس تقدر تقول للغلط غلط والصح صح، عندنا ناس هتقدر لو الرئيس القادم ما لباش، وربنا يا رب بدعي ربنا ان ربنا يا رب يوفقه ويوفق المصريين كلهم بمساعدتهم جنبه، ان خلاص ده امر واتحسم وده رئيس مصر القادم، واللي يوافق يوافق واللي ما يوافقش. اهم حاجه المصريين شافوا ايه في اللجان. استاذه انا كنت ببقى واقفه في اللجنه، انا فرحانه، انا ما فيش حد حتى الاطفال زي الاستاذ ما ذكر لازم تحط صوابعها في الحبر. انت بتدي مين؟ بدي السيسي وبيعيط وبيبكي. والله العظيم ابن اختي بكى على اساس يحط الحبر في صبعه في الحبر عشان يقول انا عطيت السيسي. طيب خليني أسألك أستاذ هاشم، يعني هذه الفرحة اللي كنا بنشوفها زي ما أستاذة بسمة في عيون الناخبين، فرحة غير عادية، إنه رايح يدلي بصوته وفي قلبه وفي وجهه ومعاه أطفاله وكلهم عايزين يشاركوا ولو حتى بالبصمة عشان يحس إنه هو ساهم. إحساس المواطن هنا ووعيه بقيمة صوته ونجاح العملية الانتخابية في مجملها ويعني والبيانات الحقوقيين اللي بتشهد بنزاهتها وإنها الأكثر شفافية في تاريخ مصر، كل ده لأي مدى بيضع مصر على خريطة بداية مسيرة أو مسار الديمقراطية الحقيقية بالفعل، وبصفة حضرتك طبعا كنت مراقب. تمام. شوف حضرتك كان في مقولة بيقول لك سيد مشير عبد الفتاح ناجح. تمام. بمعنى كان في هدف حميد وهدف غير حميد. تمام. هدف حميد تمام انه الانسان المواطن العادي هو ان شاء الله ناجح، احنا كلنا بنحبه كله هيطلع ويديله. نعم. تمام. الهدف الغير حميد ان ما ينزلكش، هو ما يقدرش يقول لك ما تنزلش. ما يقدرش يقول لك ما تنزلش. يوصل لك انك ما تنزلش ازاي؟ يقول لك لا ده راجل ناجح هتتعب نفسك على ايه؟ يا عم هو ناجح خلاص، الراجل اللي بتحبه هينجح. فعشان يخلي مصر الصوره لما مثلا احنا وصلنا بسم الله ما شاء الله لرقم اللي ما فيش حد يتكلم، ولا امريكا ولا اسرائيل ولا غير اسرائيل ولا مجتمع مدني ولا مجتمع دولي ان يتكلم في نزاهه الانتخابات او في عدد الناخبين. تمام؟ او في الحشود اللي طلعت للتأييد. وما حدش يقدر يقول له فوتوشوب زي ما الصوره موجوده والمراقبين موجودين. ما فيش فوتوشوب بقى، ده نعم. عندك مراقبين دوليين على المستوى العربي والمستوى العالمي والمستوى الاوروبي. تمام. اللي كان في ظاهره تاني في اسكندريه، طبعا كان الحمد لله ما كانش موجوده في العمريه. تمام. لكن احنا قصدناها في اسكندريه في منطقه سيدي بشر. أيوة. تمام. ان كان الصوت بيشترى لاول مره عشان ما تديش بصوتك تدفع فلوس. كان تمام. في الاستحقاقات الاخرى طبعا. لا ده انتخابات الرئاسه 2014 كان بيتعرض على ناس من الجماعه، كان بيتعرض على ناس. وكان موقف الناخبين ايه؟ الرقم اللي حضرتك شايفاه دلوقتي. الموقف حضرتك شايفاه دلوقتي. يعني قد كده وعي الناخب، قد كده انه لم يتعرض للابتزاز والمال السياسي، ولكنه اصر على موقفه وعلى شرفه وشرف صوته. ودي طبيعه المصري. نعم. وفي حاجه ثانيه تعرض ليها المواطن المصري او الناخب المصري. تمام. احنا لاحظناه في الدايره العمريه اول عمريه ثاني، واكيد في دوائر ثانيه هتبقى موجوده.
تمام. اللي ان هو مثلا انا حضرتك اتكلمت على ان هو يبقى صوته في المدينه، في قريه بعدها 40 50 كيلو، تمام، فهيطلع ازاي؟ يروح ازاي؟ مش هيطلع. تمام. فطبعا الاستاذ رزق رغب ضيف الله الراجل ده يعني وفر لنا حوالي 300 عربيه لنقل الناخبين. ما شاء الله عليه. تمام. وفر عربيات اللي هي النقل دي بالسوندات عشان تحس المواطنين. طبعا في يعني حسين الجسمي انا بقول لو مامته مش مصريه لا المفروض سياده المشير اول قرار يبقى ياخد الراجل ياخد الجنسيه المصريه. يعني حقيقي صراحه فعلا يعني. تمام. جميل. فالاغاني الوطنيه اللي احنا شعب متدين وعاطفي. يعني الناس اللي قبل كده ضحكوا عليهم بكلمه الدين. تمام. وفي نفس الوقت العاطفه عند الشعب المصري، لو يعني الشعب المصري لو فرح بيعيط فعلا. ولو حزن بيعيط. تمام. فالدمعه قريبه في الحزن والفرح. تمام. شعب عاطفي. تمام. فلما انت تحسه بقى مجرد ان تحسه يعني احنا كان في ارض خصبه قدامنا، تمام، ان احنا نحشد. تمام. ما فيش يعني الصعوبه كان عندنا ان احنا واحد في العمريه اوديه النهضه 40 كيلو 30 كيلو. طيب هو يعني انا يعني عندي نسبه بتقول ان الاصوات الباطله كانت، وده السؤال لكل ضيوفي، كانت في انتخابات الرئاسيه 2012 حوالي 800,000 صوت، ولكن في هذه المره انتخابات 2014 اصبحت 100,000، يعني زادت 200,000 صوت. هذه الزيادة في الأصوات الباطلة، يعني الأصوات الباطلة نسبتها زادت. أعتقد طبعا هنا احنا قلنا ان الناخب بقى عنده وعي بالقواعد الصحيحة. هل هذا العدد يعني تفسيركم له ايه؟ أستاذة بسمة حابة تقولي تفسير لهذا الكم الكبير من الأصوات الباطلة هذه المرة؟ بصي احنا برضو نشهد ان احنا عندنا نسبة أمية، ولكن يعني جهل بالقواعد. انه اخطا حقيقه اخطا في عفويا كده اخطا في العلامه، ولكن ما يعني اللي انا رايته في اسكندريه انه عن عمد عن قصد، يعني عن قصد من بعض ناس معينه قالت ان احنا بنأيد سياده المشير وما فيش داعي ان انا اذكر، ولكن دي كانت عن عنده قله. انت بتتكلمي في ملايين نزلت، والاعداد اللي عدلت بصوتها او بطلت صوتها دي قله. يعني رايك ايه يا استاذ وليد؟ تفسيرك ايه لزياده نسبه الاصوات الباطله؟ الحقيقه نسبه الاصوات الباطله لها سببين. اول سبب تجار الوطن، ثاني سبب تجار الدين. ما زال لهم تاثير برضه في هذه الاصوات، وهم بنفسهم راحوا ابطلوا اصواتهم عن قصد، عن قصد وعن عمد، علما ان كتير قوي من اللي كانوا واقفين جنب حمدين صباحي، ولا كل الاحترام مننا طبعا، وقفوا جنبه للمظهريه فقط، ولكن واقع الامر هم ساخطين على العمليه الانتخابيه نفسها. وهم كانوا واقفين بس لمجرد ان هم عايزين يعملوا حشد جنب حمدين. ما هو ما حدش عارف ايه في الضمير بقى، وهم هيعملوا ايه خلف الستار. وللاسف كان في مجموعه واقفه جنب المشير السيسي، نفس الفكره اللي كانوا واقفين جنب حمدين. هم دولت الاثنين، تجار الوطن وتجار الدين، راحوا ابطلوا اصواتهم. خدت بالك؟ بس دول كله يعني لا يا فندم، ولكن ده واقع، وده رقم موجودين، ولازم نبقى في سيناريو برضو لكيفيه التعامل مع دول، علشان ما ينفعش يبقى فيه يعني هذا الاتجاه من التفكير. انا عايز اقول حاجه ممكن يسببوا اشكاليه بعد كده. الاصوات الباطله ان كان حمدين صباحي خد اقل منها، فانا بصراحه بحييه ان مشاركته في العمليه الانتخابيه وقف في منافسه شرسه. ده راجل يعني صراحه ليه احترام. حتى لو هو داخل وعارف امكانياته الماديه او قدراته او الحشد بتاعه اقل، ولكن هو بيشارك في حاجه وبيسري عمليه ديمقراطيه داخل الوطن، فدي حاجه له كل التقدير. طب انا عايز اختم معاكم بحاجه مهمه جدا. انتوا كلكم شاهدتوا، الدنيا كلها شاهدت ان اهم سمه والفائز الاكبر في هذه الانتخابات هي المراه المصريه. متفقين؟ طيب عايزين نعرف بقى المرأة المصرية وكل اللي قدمته من أيام الثورة، وطبعا تاريخها الطويل من أيام ثورة 19 ومن أيام كمان الفراعنة معروف، إنما من أيام ثورة 25 يناير وفي 30 يونيو وفي الدستور وفي الرئاسة ما أثرت. يا ترى شايفين انتوا، طبعا أنا عايزة كمان أبدأ برأي الرجال، هل ماذا نقول لصاحب القرار في كل المواقع التنفيذية الهامة؟ ماذا نقول له كيف يستغل إمكانات المرأة الهائلة ووطنيتها الرائعة والطاقة الجميلة اللي جواها
واحنا داخلين على استحقاق هام جدا، وهو الانتخابات البرلمانيه والمحليات اللي انا في رايي هي الاخطر كمان، وفي كل مواقع القرار. يعني احنا شفنا من فتره ان رفضت المراه في المناصب القضائيه، وبرغم ان الدستور بيحق لها ذلك. يعني ما زال هناك صراع على المراه انها تؤديه. طب ليه؟ ما هي المشكله وايه الرساله اللي لازم تقولوها لكل صانعي القرار؟ استاذ هاشم. شوف حضرتك، المراه بتنجح اي حد وما بتنجحش نفسها. يعني بتصنع الحدث وتخرج منه، ينفع كده؟ طبعا ما ينفعش. فواجب علينا ايه المطلوب عشان نساعد؟ المطلوب تمام. في الانتخابات البرلمانيه اللي فاتت تمام كانت بنظام القايمه والنظام الفردي تمام. فالنظام القايمه خلى في احزاب ملهاش اي قاعده شعبيه، مجرد اللي لازم تمضي على القايمه لازم عشان ما يطلبش صوتك، فهتنجح اللي هو ملوش ارضيه تمام. فالنظام الفردي بيخلي الانسان اللي ليه شعبيه وليه ارضيه هياخد اصواته تمام. انتخابات خلاص الفتره الجايه مفيش تزوير، لك صوت تقدر تجيب حشد، تقدر تجيب ناخب، هتنجح. غير كده لا. اما نظام القايمه مش دلوقتي، ممكن يبقى بعدين. بس انا اعرف ان من ضمن نصوص قانون المباشره الحياه السياسيه الخاص بالبرلمان ان المراه هتكون على القوائم بشرط ثلاث سيدات على كل قائمه. مش عارفه معلوماتك ايه يا استاذه؟ كم قائمه بقى؟ كم قائمه؟ 8 في 3 24 سيده، يعني 75%. 8 قوائم فقط؟ 75% 8 قوائم بس. تمام. ففي نسبه 3%. ففي نسبه التعيين بتبقى دي بنسبه اللي هم نسبة ضعيفة الاقليات زي الاقباط والمراه تمام. فده يعني ان شاء الله يبقى في البرلمان سياده المشير يعين يكتر في المراه تمام. تمام. غير نظام القايمه احنا بنقول عشان بيزود المراه، لا ده هم 24. ما هي مش هتيجي على طول طبعا، هي محتاجه على تدرج، العمليه تتم على تدرج. طيب خليني عندي بس مناشده السيد وزير الداخليه والسيد محتمر اللواء امين عز الدين. نعم. في الموطن الانتخابي قبل الانتخابات البرلمانيه وقبل المحليات تمام، يعني لكل مأمور اسم الناس تطلع تروح كل واحد يكتب الموطن الانتخابي اللي هو عايز يبقى فيه، المدرسه اللي عايز يبقى فيها تمام، علشان ما نقعش في مشكله. يعني لازم يجدوا حل لموضوع الوافدين. وانا بتكلم انا بتكلم مثلا على الغرب في مشكله كبيره تمام. هناك مجتمع قبلي. نعم. تمام. نفترض ان في مرشح من العيله ومرشح من عيله ثانيه، ده هيروح هيدي صوته هناك فممكن يحتك. ايوه بالمنافسه. فخلاص انا خليني في موطني الانتخابي صحيح. بالظبط. لا لازم يجدوا لها حل ان شاء الله. فرجاء دي مناشده للسيد الوزير وسياده اللي هو مدير امن اسكندريه. نعم. مناشده ضروريه. نعم. تمام. اللي احنا نظام قبلي وهو عن الناس دي قريبين مننا، احنا قريبين جدا. اعتقد لسه في وقت اهو، اعتقد بضعه شهور ممكن ان هم يلاقوا حل. احنا قريبين جدا الانتخابات ده قطاع الوافدين على مستوى الجمهوريه كلها. طيب احنا في الحقيقه قبل ما اخد راي حضرتك استاذ وليد في موضوع تمكين المراه، خلينا نتابع هذا الفيديو الهام من اثناء انتخابات العمريه ومظاهر الفرح ايوه ايناس. ايوه نعم. أهل العمرية وهم يظهرون الفرحة بنتيجة المؤشرات لانتخابات الرئاسة. نتابع. فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك، دي بشرة خير. قوم نادي على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني، اللمة دي لمة رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال. ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده، والاسماعيلاوية يا مكاد والمعدة. كلمني على الشرقوة واحنا ويا بعض قهوة، واحنا ويا بعض قهوة واملنا كبير. قوم نادي على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني، اللمة دي لمة
مشاركه نجاح. فعلا اعلان نجاح المشير فعلا. قبل عدنا الانتخابات. ليكم مشاهدينا الكرام، وفي الحقيقه كلنا يعني فرحانين وبنشارك مظاهر الفرح الجميله اللي كانت في العمريه. حشود يعني الاف من اهل العمريه بيحتفلوا بالعرس الديمقراطي وبقيمه صوتهم اللي هم ادلوا بيه علشان يحققوا ارادتهم ويختاروا رئيسهم. في الحقيقه كان سؤالي قبل هذا الفيديو عن المراه وازاي ضروره صاحب القرار يمكن في السياسه المستقبليه من تمكين المرأة في كل المواقع. أستاذ وليد، حابب تقولي في هذا الموضوع؟ مباشرة كده، نعم. احنا في مجتمع عانى من التجريف السياسي على مدار 30 سنة حقيقي. هنا أنا عايز أتكلم عن جزء أصيل من المجتمع المصري اللي هو المرأة. نعم. أنا بتكلم عن المرأة كهو ترمومتر المجتمع وترمومتر الأسرة المصرية، ودائما كل الدراسات بتقول إن المجتمع اللي فيه مرأة بتصرخ وتئن بيبقى هنا في مشكلة وفي بيروقراطية وفي كل بعد عن الديمقراطية الحقيقية. هنا المرأة لم تمكن. نعم. ما تعلمتش تعليم كويس، ما خدتش دورها في الانتشار في الشارع في المجتمع بشكل في الحياة السياسية. دائما مشاكل، دائما الرجل بيرميها دائما على الرجل. دي حقيقة. الثقافة الذكورية. الثقافة الذكورية، وده شيء من نوع من انواع التخلف. امريكا بتسعى في القادم ان الرئيس امريكا يكون مرأة، وده بالنسبه لهم قمه الديمقراطيه. ان بقول لك اليوم اللي هنوصل فيه ان يبقى الرئيس بتاعنا مرأة، ده قمه الديمقراطيه في امريكا. ده اوريدي رئيسه الجمهوريه في امريكا اللاتينيه في العديد من الدول امريكا اللاتينيه. انا بتكلم عن امريكا. نعم. يونايتد ستيتس. يبقى حتى امريكا متاخره. تمام، متاخرين. نعم. فهنا عشان نقدر نعدل ميزان المجتمع سريعا، احنا طالبين من الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بنأمل فيه بتغير الحياه. طبعا هو مش هيغيره في يوم وليله. نعم. ولكن بعض القوانين اللي تفعل سريعا لعلاج بعض القصور اللي كان حاصل في المجتمع، بدايه من المراه. علشان نقول ان المراه النهارده هي اكتر حد استجاب للحشد، ولولا قانون الانتخابات اللي طلع قبل التصويت بيوم وبدايه الانتخاب بيوم، الانتخابات البرلمانيه، اللي قال وحجم دور المراه في 24 واحده من خلال القوائم، كان نسبه التصويت هتحصل اكتر واكتر. وده انا لمسته مع الاستاذه بسمه في خلال تجولنا ونشوف الدنيا فيها ايه. طيب نعرف بقى راي الاستاذه بسمه، راي المراه بقى عن كيفيه تمكين المراه وتحضيرها للمنافسه الشرسه في الانتخابات البرلمانيه. اقول لحضرتك حاجه، ودي بصراحه احنا كده يعني اتكلمنا عن الماده والمساواه بين الرجل والمراه، واتكلمنا والدستور ساب القانون ياخد مجراه. في الاخر طلعنا احنا في ديل الصومال او في ورا الصومال. يعني 3% بما يعادل 24 مرأة، والمعينين هيوصلوا ل 30 مرأة. هل نسبة التصويت او نسبة المرأة اللي نزلت واثبتت جدارتها في الحياة السياسية وفي المشاركة وفي جميع المجالات او في الوحدات المحليه؟ شايفه الحل ايه طب يا استاذ؟ لا، الحل لازم سياده الرئيس القادم طبعا قانون سليم. القانون يستجيب. هم عملوا حوار اجتماعي، حوار مجتمعي، بحيث ان هم ياخدوا قرار في هذا الموضوع. انا معاكي ان احنا مجتمع ذكوري ومعاكي، بس الكلام ده بامانه كان قبل. بس الراجل النهارده في الشارع قدر المرأة المصرية، ولما سيادة المشير عبد الفتاح السيسي أدلى وندى بالمرأة المصرية، قال هي زوجة وأم وابن، وهي دينامو الأسرة المصرية بالظبط، ترمومتر الأسرة. لا شوفي بقى بعد الكلام ده كله هي استجابت وحبت تبين للمصريين وللعالم كله إن المرأة المصرية. شوفي مالكي للمرأة المعيلة، قانون الأحوال الشخصية مين اللي هيتكلم عنه؟ حاجات كتيرة قوي تخص المرأة. لازم بجد يبقى في قانون عادل للمرأة، واحنا سايبين ده عليكم بقى دور الاحزاب ودور المجلس القومي للمراه، اللي الواحد لازم بيطالب ان هو يغير من سياساته التقليديه ويبدا فعلا يشوف المراه ويدافع عن حقوقها بشكل وسياسه واستراتيجيه جديده، يعني اصلاح المنظومه القانونيه فيما يخص المراه. للاسف وقتي انتهى استاذه بسمه، انا سعدت جدا بلقائكم وفعلا فرحنا معاكم بهذا يعني الانجاز، استحقاق الرئاسه وما
مشاهده إحنا اللي سعداء يا الايجابيه فندم. الجميله. اشكركم شكرا جزيلا ضيوفي الكرام، الاستاذه بسمه الجرجاوي رئيسه لجنه المراه بالبحيره، والاستاذ وليد الحناوي الصحفي بجريده الحياه الدوليه، والاستاذ هاشم عبد الملك مراقب عام الانتخابات بالعمريه اول. اشكركم. بشكرك على حضرتك. ومشاهدينا ده كان اخر لقاء لنا النهارده في بنات افكاري الجمعه. احييكم واشكر لكم طيب متابعتكم، وعلى وعد بلقاء الجمعه القادم ان شاء الله. وفاء البنا.